كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. طبعا رمضان خلاص بكرة. تعالوا بينا نعمل بقى طبق السحور اللي لا غنى عنه، طبق الفول يا جماعة. بحب اعمل الوصفة دي جدا قبل رمضان بيوم عشان يكون طازة معايا. هنعمل مع بعض الفول، هندمسه بطريقة سهلة وبسيطة وهيطلع معاكي زي الزبدة خطير. بس قبل ما ابدأ انا مروة، ما تنسيش تشتركي في الصفحة والقناة وتفعلي جرس التنبيهات وتقولي لي من اي بلد انتي بتتابعيني. تعالوا بينا نشوف. هنحضر اول حاجة كيلو من الفول، تمام كده. هنقيه لو في اي حاجه مش لطيفه، وابتدي ان انا اغسله كويس جدا وهنقعه 12 ساعه. يعني لو نقعته بالليل اشتغل فيه الصبح، تمام كده. تقدري تنقعيه ليله كامله. بعد ما نقعته ده بيكون شكله، هبتدي ان انا اصفيه كويس جدا وانزله في حله كبيره قوي. حاولوا الحله تكون كبيره عن مقاس الفول، وهقول لكم ليه. بصلايه بقى متقطعه بالطريقه دي، وكمان ليمونيه زي ما هي، وكوبايه من العدس المغسول ومتصفي، وكمان كوبايه من الفول المتقشر. تقدروا تستغنوا على فكره عن الحاجات دي كلها اضافات. وكمان طماطمايه، وهبتدي انزل بمعلقه محترمه من البابريكا، وكمان زيهم من الكركم او بودره الزعفران لو متوفره عندكم. فصين من التوم سلام، بس الحقيقه ما كانش متوفر عندي سليم فحطيت مطحون، تمام مفيش مشكله يعني. وهنزل بعد كده بميه مغليه. اهم حاجه الميه تكون كتير قوي، احنا مش عايزين نفتح عليه علشان الفول ما يسودش معانا. ده بيكون شكله بالظبط. متقلقوش خالص من كميه الميه. هدخله بقى على النار في الاول غلوتين، وبعد كده بسيبه على نار هاديه جدا زي الشمعة. بياخد من 4 ل5 ساعات. انا عايزاه يتدمس كده براحته. بعد ما يستوي تماما بعمل بقى الخلطه التحفه دي. معلقه كبيره مليانه من الدقيق، وزيهم من البابريكا، وزيهم كمان من الكركم. احط عليها كده شويه من الميه، تقريبا ربع كوبايه، وابتدي اقلب الخليط ده كله مع بعض بالشكل ده. وهبتدي انزل بالخليط ده على الفول بتاعي، وهحط غلوة واحدة كمان على النار بعد ما انزل بالخليط ده. بصوا هيخلوه بقى حكاية خطير، لون بقى يجنن، والصوص بتاعه هيكون فعلا يجنن. شايفين ده بيكون شكله حلو قوي. حابه تسيبيه كده حبوب زي ما هو اوكي، بس انا القولون عندي متدمر فبعمله بصراحه بالهاند بلندر. لو مش متوفر هاند بلندر تقدري تضربيه في الخلاط. ده بيكون شكله بالظبط. ببتدي بقى ان انا اعمله واتبله بالتتبيله المحترمه. كل واحد على حسب هو بيحب الفول ازاي. ليه طرق كتير جدا عملتها معاكم قبل كده. عملت الفول بالطريقة دي معاكم قبل كده. رشة بقى من الكمون، وزيهم من الملح، وكمان طحينة مخففينها كده بشوية زيت زي بتاعة عربية الفول كده بالظبط. وكمان شوية من الشطة، ودي طبعا اختيارية. ويا سيدي بقى على احلى مزاج مع عصير ليمونة كاملة. كده هتاكلي احلى طبق فول يجنن خطير بجد. السحور فعلا ما يحلاش من غير الطبق التحفة ده. من احلى الحاجات اللي ممكن تجربوها في البيت. اولا اوفر، ثانيا انضف كتير جدا واطعم. هتعملوا من الكيلو ده كمية فعلا محترمة. لو لسه متابعيني لحد دلوقتي متنسيش تعرفيني وتقوليلي من اي بلد انتي بتتابعيني، وبتشتري الفول من بره ولا بتعمليه في البيت. ولو بتعملي بنفس طريقتي ولا طريقة مختلفة. مستنية ان شاء الله رأيكم في الكومنتات. شايفين الطعام يا جماعة؟ هنحضر بقى العيش الحلو بقى وودن القطة، وهتاكلي احلى طبق فول. حاجة كده من الاخر. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. هنبدأ بقى ان احنا نحط الفول بتاعنا كله في اكياس بالشكل ده. تقدري بقى تشيليه في علب او في اكياس، بس الاكياس بتكون اوفر عشان يدوب يتفك بسرعة ويتحط على النار على طول. خطير بجد. هتشيليه في الفريزر وتطلعي وقت الاستخدام. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ورمضان كريم. باي باي.